بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دروس وعبر من قصة يوسف، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن حمد الجلالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم بأسنا نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله ومن دعا بدعوته ونصر سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن قصة عظيمة جدا ابتدأها الله تعالى بأنه أنزله قرآنًا عربيًا وختمها بما سمعتم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثًا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وفي وسطها أو في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هذه القصة أيها الإخوة تلفت النظر، ويجب أن تصيخ الآذان إليها لتأخذ منها عظة وعبرة، لا سيما وأن المبتلى في هذه السورة وفي هذه القصة نبي من خيار أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذن هي قصة فيها عظة وفيها عبرة، واشتملت على محن وعلى أمور عظام تعجز الجبال عن تحملها، ثم يتحملها ولي من أولياء الله عز وجل ليكون درسا وعظة وعبرة. ولعل هذه السورة نستطيع أن نلخص محتواها في جزء من آية وردت فيها. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما انكشف أمره لإخوته قالوا: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونستطيع أن نلخص هدف السورة في قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى والصبر هما سبب السعادة في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، وهما حقيقة الإحسان، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك فقد اخترت من مقاطع هذه السورة 23 مقطعا نتحدث ما يتسع له الوقت، لنأخذ من كل مقطع من هذه المقاطع عبرا وعظة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا لهذا القرآن، فنتخذه خلقا لنا كما كان هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدرس الأول من هذه فهو قوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فنلاحظ أن هؤلاء الأنبياء 11 عليهم الصلاة والسلام على رأي طائفة المفسرين أنهم أنبياء وهم الأسباط الذين سماهم الله عز وجل في كل آية يعدد فيها الأنبياء يسميهم الأسباط. أن هؤلاء الأنبياء وهم أنبياء أخذتهم الغيرة بسبب الميل مع أحد الأولاد دون البقية. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام نال محبة أبيه محبة شديدة، حتى ما كان يسمح ليوسف أن يخرج مع إخوته لرعي الغنم، وهذه المحبة لربما خص بها يوسف عليه الصلاة والسلام أبوه يعقوب من بين إخوته، فكانت من أكبر الأسباب التي أثارت وأوغرت صدور هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضد أخيهم يوسف. وإذا كان هذا حدث من أنبياء فمن باب أولى أن يحدث من غيرهم. ولذلك فإن العدل بين الأولاد يعتبر أمرا مهما لا يجوز تضييعه ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لما أراد أن يفضل أحد الأولاد على بعض. ولذلك ما يحدث من الناس من الشباب من الأولاد من العقوق لربما يكون أكثر أسبابه هو عدم العدل بين الأولاد. فهؤلاء يقولون ويبينون العلة
التي من أجلها أظهر الله عز وجل هذا الحق ليوسف، أن العلة إنما هي ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حتى قالوا لأبيهم عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام إن أبانا لفي ضلال مبين، ثم أدى ذلك إلى أن يفكروا في قتل أخيهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا دليل على أن تفضيل بعض الأولاد يغرس الحقد والكراهية لهذا الولد المفضل، ولو ربما يصل إلى ذلك الأب فيكون سببا من أسباب العقوق. ثانيا، المسلم عند البلاء لا بد أن يصبر، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة وهي مبنية على كدر، بنيت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، يقول الشاعر. وعلى هذا فإن من أراد أن تصفو له الحياة فعليه أن يراجع حسابه، لأنه يحاول أمرا مستحيلا، فالله عز وجل جعل الحياة الآخرة هي المستقر وهي النعيم الخالد. أما في هذه الحياة فحتى الأنبياء يلاقون من العناء والتعب ما لا يتحمله غيرهم، ولكنهم يقابلون هذه البلايا وهذه الفتن بالصبر. ولذلك منذ أن فوجئ يعقوب عليه الصلاة والسلام بالقصة المكذوبة المصنوعة بأن يوسف قد أكله الذئب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أي سوف أصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الذي لا يكون معه جزع، وما ورد من شيء من الجزع من يعقوب عليه الصلاة والسلام على ولده يوسف فإنما هي عاطفة الأبوة التي لا يتحملها حتى الرجال. وعلى هذا فإن الصبر هو طريق الفرج وهو طريق الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة أو بنكبة في نفسه أو ماله أو أهله أو أي شيء من الأمور فعليه أن يصبر الصبر الجميل. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال في الولد الأول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقال في الولد الثاني والثالث فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الدرس الرابع أو الثالث لطف الله عز وجل بأوليائه. فقد يقع الإنسان في شدة، وهذه الشدة يظن أنه لا يتخلص منها أبدا. ولذلك فإن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عدلوا عن قتل يوسف بناء على مشورة أخيهم وألقوه في البئر ما كانوا يظنون أن يوسف سيخرج من هذه البئر حيا، بل كانوا يظنون أن هذه البئر هي مقبرته. وما كان يوسف عليه الصلاة والسلام لولا يقينه بربه سبحانه وتعالى يظن أنه سوف يخرج من هذا البئر، ولكن الله تعالى له لطف خفي، وهذا اللطف لربما يتأخر ولا يأتي إلا في ساعة الصفر وفي آخر لحظة من لحظات احتياج هذا الإنسان إلى رحمة الله عز وجل. من يصدق أن يوسف يلقى في البئر طفلا ليصبح في يوم من الأيام ملك مصر؟ لقد كانت آية من آيات الله عز وجل، ولقد كانت درسا من دروس الإيمان والمؤمنين، بحيث يلتزم هؤلاء المؤمنون بطاعة الله وبالتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره في أي أمر من الأمور التي تصيبهم، ثم بعد ذلك فإن الله عز وجل يخلصهم أيما تخليص. ولذلك يلقى في البئر ثم يخرج من البئر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، ثم يذهب إلى مصر ويوصي ملك مصر زوجته به خيرا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ثم يعلمه الله عز وجل الحكمة وتأويل الأحاديث. وهذا كله من لطف الله عز وجل. فالإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء عرفه الله عز وجل في حال الشدة، وإذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء فإن الله عز وجل يتركه في وقت الشدة. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أنقذه الله عز وجل من كل هذه المواقف الخطيرة الشديدة التي لا يستطيعها كبار الرجال أن يتحملها.
ولذلك لطف الله عز وجل خفي، والله عز وجل يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فقد نرى وليا من أولياء الله يحيط به العدو من كل جانب، وتتكالب عليه فتن الحياة الدنيا ومصائبها وآفاتها، حتى يظن الناس أنه قد هلك، وأنه لا يستطيع أن يتخلص، وأنه لا أحد يستطيع أن يخلصه، فإذا به يتخلص بقدرة الله عز وجل وفضله وكرمه. كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيوسف عليه الصلاة والسلام عرفه الله عز وجل في الشدة وخلصه، وندب إليه سيارة من الناس كانوا يسيرون في صحراء سيناء، ووقعوا فيها على هذه البئر، فأخرجوا هذا الولد، ثم أصبح هذا الغلام ملكا في يوم من الأيام على أكبر مصر من أمصار الدنيا. أيضا من هذه الدروس قضية تقديم خشية الله عز وجل على شهوات الحياة الدنيا، لا سيما وأن الإنسان قد يبتلى بأشد شهوة، وهو أشد ما يكون من الحاجة إليها، ثم يتأكد أنها تغضب الله عز وجل، ثم يرفضها رفضا باتا فلا ينظر إليها أبدا. هذه الشهوة التي عرضت على يوسف امرأة العزيز تطلب منه أن يفعل بها الفاحشة، وكانت أجمل ما تكون، وهي سيدته والمسيطرة عليه وعلى البيت بل وعلى العزيز، ثم تطلب منه أن يفعل الفاحشة، وكان شابا في مستهل شبابه قويا بحاجة إلى هذا الجنس والغريزة التي تثير كثيرا من الناس، ولربما لا تعطيهم فرصة التفكير. فكثير من الشهوات تعطي الإنسان فرصة التفكير، شهوة المال إذا ظفر بها، وشهوة المركز إذا ظفر بها، وشهوات أخرى فيها فرصة للتفكير. لكن شهوة الجنس أيها الإخوة الشهوة السريعة الاشتعال لا تعطي الإنسان فرصة التفكير، ولربما يغفل عن إيمانه هذا الإنسان فيقع فيما حرم الله. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام بحفظ من الله عز وجل لما عرضت عليه هذه الشهوة في خلوة لا يطلع عليه إلا الله عز وجل قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن معنى ذلك هو حفظ الله عز وجل الذي حفظ الله به يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة الشديدة التي لم تعطه فرصة للتفكير، لكنها حماية الله عز وجل. فالإنسان في مثل هذه المواقف عليه أن يراقب الله عز وجل، لا سيما إذا عرضت عليه هذه الشهوة وهو في منأى وهو بعيد عن أعين الناس، لكنه يراقب الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. من يستطيع أن يتحمل هذا الموقف؟ امرأة وهي بطبيعتها لديها جاذبية للرجل، وذات منصب أي مكانة عالية لربما تفرض نفسها بالقوة على هذا الرجل، وجمال، والجمال كما تعرفون يفرض نفسه بالقوة على الرجل بين الرجل والمرأة. فإذا قال إني أخاف الله وترك هذا الأمر يكون من المتقين الذين يعطيهم الله عز وجل جنتين لا جنة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وخوف مقام الله عز وجل هو أن يتفكر ويتذكر ساعة الوقوف بين يدي الله عز وجل والقدوم مع الله عز وجل. ولذلك مدح الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يؤمنون بالغيب غابوا عن أعين الناس ولا يرون الله بأعينهم لكنهم يرونه بقلوبهم. ولذلك فإن هذا الجنس من الناس يعتبر هو أقوى الناس إيمانا، لا سيما إذا كانت الفتنة كما قلت لكم سريعة الاشتعال كفتنة الجنس التي لا يتحملها إلا أشداء الرجال. أيضا
أولياء الله سوف يجعل الله لهم فرجا ومخرجا في مثل هذه الظروف. وأنتم تعرفون ما حصل من مجريات قصة يوسف مع المرأة، أنها لما جاء العزيز زوجها ووجد المرأة تلاحق يوسف داخل الدار وخشيت من العزيز، قلبت القضية نعوذ بالله، فجعلت يوسف كأنه هو الذي يراودها عن نفسها. وهذا يعتبر نعوذ بالله من أعظم الظلم. ومن يفعل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فقلبت القضية ضد يوسف، وادعت أن يوسف يلاحقها يريدها لنفسه، وليس لدى يوسف من الأدلة ما يستطيع أن يبرئ به نفسه، لأنه داخل بيت مسكين، طفل ضعيف مغلوب على أمره كالرقيق يباع ويشترى، خادم داخل البيت، من سوف يدافع عنه في مثل هذه الحال؟ ومن سيعيد إليه ماء وجهه ويعيد إليه كرامته التي سلبتها هذه المرأة؟ فقالت إنه يريد بأهلك سوءا، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. لكن الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض. فأنطق الله عز وجل في بيت امرأة العزيز طفلا رضيعا كان في المهد. متى كان الطفل يتكلم وهو في المهد؟ ما كان ذلك مألوفا في حياة البشر إلا في مواضع محدودة لحكمة يريدها الله عز وجل. فأنطق الله عز وجل هذا الطفل وشهد شهادة حق، وجعل هذه الشهادة معلقة بالبينات الواضحة: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فأصبح العزيز أمام الأمر الواقع، فعرف أن الذي فعلت هذه الجريمة هي زوجته وليس يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تأكد أن يوسف بريء، فأظهر الله عز وجل براءته بطريقة ما كان أحد يفكر فيها أو يتصور فيها. وما كان يوسف يفكر أن طفلا في المهد سوف ينطق ليبين براءته، ولكن الله عز وجل هو الذي يبرئ الأبرياء. وعلى هذا فإن هذه تعتبر آية من آيات الله عز وجل. وما تكلم في المهد إلا 3 أو 4 كما جاء في الحديث، منهم هذا الصبي الذي شهد ليوسف، والصبي صاحب جريج، والصبي الذي كان في أهل الأخدود، وقصة أهل الأخدود معروفة في سورة البروج. فلما دنت إحدى النساء التي تحمل رضيعها وكان قد أمسك بالثدي وكان في أشهره الأولى، ووقفت على حافة الأخدود وخافت من النار التي أشعلها الملاحدة من أجل أن يحرقوا فيها المؤمنين، نطق هذا الطفل وقال: يا أماه أقدمي ولا تقاعسي إنك على الحق المبين. هكذا يظهر الله عز وجل الحق على ألسنة هؤلاء الأطفال. أيضا ندرك من هذا ضعف الغيرة لدى بعض الرجال. فكيف تصل هذه الغيرة ببعض الرجال إلى أن يرى زوجته تراود شابا ثم لا يتمعر وجهه ولا يغضب لمحارمه، فضلا أن يغضب لله عز وجل. ولذلك نجد أن العزيز ما غضب لما تأكد أن زوجته فيها فساد في فطرتها وانحراف في أخلاقها، وإنما قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وهذا في الحقيقة ليس موقف الرجال حينما يرون الخنا في أهليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الدياثة التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. فالرجل العاقل ذو الخلق الرفيع بل ذو الغيرة، ولو كانت هذه الغيرة قليلة، عليه أن يغضب في مثل هذه الأمور وألا يصبر على مثل هذه الزوجة التي هي بنفسها تبحث عن الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. أما العزيز فلضعف غيرته قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ويقول: فسروا معنى أعرض عن هذا لا تحدث أحدا، لأنه ما خشي إلا من العار فقط، واستغفري لذنبك، أما أكثر من ذلك فلم يحدث. أيضا من هذه الدروس التهديد لأولياء الله لا يضيرهم. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام هدد بالسجن أو أن يفعل الفاحشة،
كما ورد في قول الله تعالى: لما جمعت امرأة العزيز وأرادت أن يفعل الفاحشة فيها مرة أخرى بالقوة، وجمعت النساء اللواتي يلمنها على حب يوسف لتريهن ما فيه من جمال، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فأغرينا امرأة العزيز بهذا الشاب. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. إذن التهديد في هذه المرة أشد من التهديد في المرة الأولى. ثم يبرز الإيمان في مثل هذه المرة أكثر من بروزه في عرضها نفسها عليه في المرة الأولى. ففي المرة الأولى كان عرضا سريعا خفيفا، لكنه في هذه المرة كان عرضا إجباريا، إما أن يفعل بها الفاحشة أو السجن. تصوروا يا أخوان، شاب تعرض عليه امرأة وإن لم يفعل فيها الفاحشة لا بد من السجن. بطبيعة الفطرة البشرية التي ركب عليها هذا الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لربما يميل إلى فعل هذه الفاحشة حتى يمتع نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى يسلم من السجن، لكنه متمنى السجن وطلب السجن ولا يفعل هذه الفاحشة. فقال ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يتوسل لله عز وجل بأن يصرف عنه مكر النساء، لأنه شاب فيه نضارة ابتلي بحب النساء له، فطلب من الله عز وجل أن يصرف عنه كيد النساء حتى لا يقع فيما حرم الله، لكنه فضل أن يعيش في السجن مدى الحياة ولا يقع في شيء مما حرم الله. هل الناس المؤمنون اليوم، هل المسلمون اليوم يستطيعون أن يتحملوا السجون ولا يقعوا فيما حرم الله؟ إن كثيرا من الناس أصبح لا يطيق السجن ولا ساعة من نهار، ولربما يترك كثيرا من أوامر الله عز وجل حتى لا يقع في السجن. فقد رأينا الدعاة وهم صفوة الناس في أيامنا الحاضرة، كثير منهم يتأخر عن واجبه خشية أن يدخل السجن، ورأينا كثيرا من المصلحين يرجعون من منتصف الطريق حتى لا يتعرضوا لفتنة الحياة الدنيا. وهذه من أكبر البلايا التي أصيب بها الناس في هذا العصر. يوسف عليه الصلاة والسلام يفضل أن يعيش في السجن بضع سنين ولا يفعل واحدا شيئا مما حرم الله عز وجل. وهؤلاء الذين ألقوا العصا والذين استرخوا وناموا واستلذوا العيش الطيب في أرجاء هذا العالم الإسلامي لا يبلغون دعوة الله، لا سيما ما كان منهم من العلماء الذين أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهؤلاء بالرغم من أن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاق، خوفا من البشر لم يستطيعوا أن يصدعوا بكلمة الحق التي الناس اليوم أحوج ما يكونون إليها، فهم أحوج إلى كلمة الحق من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، لأنهم يخافون من السجن ولأنهم يخافون من الأذى. ولذلك ذكر الله عز وجل عن قوم يبدأون حياتهم بالإيمان لكنهم يرجعون من منتصف الطريق دون أن يكملوا المشوار إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فإذا أوذي في الله قال: أنا هربت من عذاب، يقصد بذلك عذاب الآخرة، ووقعت في عذاب، أوذيت، فخير لي ألا أتحمل عذابا محققا أعيشه الآن ولربما أسلم من عذاب الآخرة. هؤلاء هم الذين يقول الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
أي بسبب دينه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. والمراد بفتنة الناس أي أذى الناس في الحياة الدنيا. وهل تكون فتنة الناس كعذاب الله؟ هل أذى أو سجن أو كلمة نابية أو توبيخ أو هب أنه قتل، وهو قتل بأجل حدد من عند الله عز وجل هو نفس الأجل، هل يساوي ذلك شيئا من عذاب الله في الآخرة؟ العذاب الخالد الذي يقول الله عز وجل عنه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الحقيقة أن الذين يرجعون من منتصف الطريق ولا يكملون المشوار هم الذين يعبدون الله على حرف، أي على طرف بين الإيمان والكفر، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن المؤمن بمقدار ما تزيد الفتنة أمامه وبمقدار ما يزيد أمامه البلاء والعذاب من قبل خلق الله لا يزيده ذلك إلا إيمانا وتصميما. والمؤمن الحق بمقدار ما يرى العقبات في طريقه يثق بالطريق الذي يسير فيه، وإذا رأى الطريق ممهدة شك في صحة هذا الطريق إلى الله عز وجل. هذه الصحيح، هذا هو الصحيح بالنسبة لسير المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الطريق ممهدة لذيذة مسهلة مفروشة بالورود والرياحين فإنه يشك في صحة هذا المسار ويفكر لا بد أنه أخطأ الطريق. لكنه إذا رأى العقبات في طريقه فإنه يتأكد من صحة هذا المسار، ولذلك تجدون ذلك في كتاب الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي الذين تحزبوا ضدهم وضد دينهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني الآن عرفنا أننا نسير في طريق صحيحة. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهل سيدرك الناس في عصر العقبات التي نصبت في طريق الدعوة والدعاة والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، في عصر تحولت فيه السجون إلى معتقلات للمؤمنين، ولربما لو عملنا إحصائية في سجون هذا العالم الإسلامي هل الذين يدخلونها أكثر من الجامحين الفسقة المجرمين أو من الصالحين الدعاة، لرأينا أن جل من يدخل هذه السجون هم المصلحون والدعاة. وهذا دليل على صحة الطريق إلى الله عز وجل والدار الآخرة. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام هدد بالسجن من قبل امرأة، وهذه المرأة تستطيع أن تنفذ لأنها امرأة العزيز، وعرف أنها تستطيع أن تنفذ لأنها سوف تقلب الحقائق على العزيز أو أن العزيز لا يخالف أمرها، فقالت إن لم يفعل الفاحشة بها فإنه سوف يكون من المسجونين. وقال أنا أستسلم للسجن ولا أستسلم لمعصية الله عز وجل. كما يقول الداعية المخلص أنا أصدع بكلمة الحق وأتحمل السجن ولو كان ذلك مدى الحياة. كما يقول الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصبح في عالمنا اليوم وفي دنيا الناس اليوم أصبح عرضة للأذى حتى في ألسنة الصالحين، يقول أتحمل هذا الأذى ما دام ذلك في ذات الله، لأن الله عز وجل قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. القتل وإراقة الدماء وبذل الأموال كل ذلك في بيعة سابقة مصدقة في التوراة والإنجيل والقرآن بين المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك خيار في مثل هذا العمل، وإنما الأمر هو جبن يصيب بعض الناس فيرجع من منتصف الطريق يخشى على نفسه أو على ماله أو على أهله أو يخشى أن يدخل السجن، وما عرف أن يوسف عليه الصلاة والسلام لبث في السجن 7 سنين، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قال له الطاغية الجبار لأجعلنك من المسجونين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لبث في السجن 3 سنوات مقاطعا في الشعب. إذن المسألة مسألة ابتلاء، ليست المسألة الله عز وجل ليس عاجزا أن ينصر أولياءه، وإنما الله تعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،
فتمييز الخبيث من الطيب لا يكون إلا عند الشدائد وعند الأمور العظام. أما إذا كان الناس كلهم على مستوى الإيمان الكامل، كلهم أتقياء، ليس هناك من يؤذي الدعاة والمصلحين، لو كان الأمر كذلك لكان الناس كلهم دعاة ومصلحين، ولتعطلت الحكمة في خلق النار. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن أيها الإخوة، التهديد لا يضير المؤمن، كما أن المؤمن لا يقدم شهوة حاضرة على غيب تأكد من أنه سوف يلاقيه. ولذلك لما قالت له عن السجن قال: رب السجن أحب إلي ما يدعونني. من يسأل الله السجن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. وكل مؤمن يرى أنه سوف يفتن في دينه إن لم يكن من المسجونين، وهذا يعتبر في الحقيقة أعلى درجات الإيمان. يرفض الشهوة الحرام ويتحمل في سبيل هذا الرفض أن يكون سجينا ذليلا طريدا عن ملك العزيز، لكنه يعرف أنه ما زال يعيش في ملك الله عز وجل وفي كنف الله عز وجل وحفظه. وفعلا يدخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، ويبقى في السجن بضع سنين لأنه رفض الحرام، ولأن الله عز وجل يريد أن يبتلي يوسف، ويريد أن يعلم الناس كيف يواجهون الطغاة والمتجبرين في هذه الأرض، وكيف يواجهون الشهوات التي تعترض سبيلهم ولا يتخلص منها إلا المؤمنون. أيضا درس عاشر تاسع، وهو أن المصلحون يمتازون بالإحسان. لربما يفكر بعض الناس بأن يكون أحد المصلحين، لكنه لا يقدم للمجتمع خيرا ولا محبة ولا يجلب قلوب الناس إليه، وليس عنده لباقة وليس عنده خدمة يقدمها للناس وللمجتمع. مثل هذا لا ينجح في مهمته. ولذلك لما أرادوا أن يتأثروا بدعوة يوسف عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه قالوا: إننا نراك من المحسنين. فلما كان من المحسنين إحسانه هو الذي جذب هؤلاء إليه، فجعلهم يستسلمون لنصائحه ولدروسه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وغيرها من الدروس التي كان يمليها عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نأخذ من ذلك أيضا درسا عاشرا، وهو أن الإنسان إذا احتاج إليه الناس فعليه أن يقدم النصيحة مع حاجة الناس إليه، حتى يتقبل الناس هذه النصيحة بدافع الحاجة إلى ما في يد هذا الداعية من خدمة لهذا المجتمع، ويكون من المحسنين فيقبلون عليه. وإذا أقبلوا عليه فإن عليه أن يستغل فرصة الإحسان وفرصة ما يقدمه من خدمة في سبيل الدعوة إلى الله. ولذلك لما قالوا: أفتنا في هذه الرؤيا، استغل الفرصة عليه الصلاة والسلام وقدم لهم من النصائح ما يستفيدون منها مقابل أن يقضي حاجتهم. فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدونهم، ما جاءوا ليعظهم وإنما جاءوا ليستفتوه، لكنه يرى أنه يقدم هذه النصيحة أمام هذه الفتوى لأنهم بحاجة ماسة إلى أن يعلمهم عن تحليل هذه الرؤى التي رأوها في المنام. وهذا أيضا منهج في الدعوة، كما أن المنهج الأول أن يقدم الداعية بين يدي دعوته إحسانا ومعروفا لهؤلاء الناس حتى يكون محبوبا لدى الجميع، فإن عليه أيضا أن يقدم النصيحة وهي ملفوفة بلفائف من حاجة هؤلاء الناس. أيضا في هذه القصة ومن هذه النصائح التي قدمها يوسف عليه الصلاة والسلام علم الناس أمرا لربما يجهله كثير منهم، وهي أن العبادة والحكم صنوان لا يفترق أحدهما عن الآخر. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحكم يجب أن يكون لله كما أن العبادة تكون لله. فالحكم جزء من العبادة، والعبادة أصل يدخل فيها الحكم. وعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لا شك عندنا في ذلك. لكن موضع الشك: هل هناك صلة وثيقة بين الحكم وبين العبادة؟
إذا كانت العبادة لله فالحكم يجب أن يكون لله. إذا كانت العبادة لله فلا حكم إلا لله عز وجل. ولذلك الذين يحكمون بين الناس بآرائهم ويأتون بقوانين البشر وآراء الرجال إنما هم من رؤوس الطواغيت كما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو أحد رؤوس الطواغيت الخمسة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك نقول الحكم يجب أن يكون لله. لكن لنا هنا موقف مع العلمانيين قاتلهم الله وأن لا يفكون. العلمانيين يقول العبادة لله لكن الحكم ليس لله. هنا يقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذا معنى ذلك ليس هناك فرق بين الحكم وبين العبادة، فالحكم جزء من العبادة، والعبادة أصل من فروعها الحكم. فمن عبد معبودا فإن عليه أن يخضع لحكمه. فالذين يأخذون أنظمتهم من فرنسا ومن بلاد الكفر نقول هم عباد لهؤلاء الكفرة. ومن أخذ حكمه من شرع الله عز وجل ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنعتبره عبدا لله عز وجل، وبمقدار ما يدنو من العبودية لله سبحانه وتعالى يزيده شرفا، كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أي بأرجلي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يقول أنا صرت كأني أطأ النجوم بأقدامي، الثريا بأقدامي، لما صرت عبدا من عباد الله عز وجل. لكن ذلك الذي يكون عبدا لمخلوق من المخلوقين يأخذ قوانينه وأنظمته وتشريعاته منه، هو عبد لذلك المخلوق. إذا معنى ذلك الحكم والعبادة لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه أصبح عبدا من عبيد ذلك الذي سن هذا القانون الذي ما أنزل الله عز وجل بسلطان. فكان من وصايا يوسف عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا أمر من أوامر الله عز وجل يجب على المسلمين أن لا يخالفوه في كل صغيرة وكبيرة. وعلى هذا نقول إن الحاكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت، وإن المتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل يعتبر من الذين قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء هم الذين يتحاكمون إلى الطواغيت. أما الطاغوت نفسه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيضا من هذه الدروس الحق لا بد أن يظهر وإن اختفى مدة من الزمن ولو طالت المدة. فقد بقي يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بضع سنين، وبقي في كل مصر يوسف يتحدث عنه الناس بأنه يهوى امرأة العزيز، وأصبح يوسف عليه الصلاة والسلام مشوه السمعة، وهو سجن لأنه حاول امرأة العزيز، ولم يقل عنه إنه سجن لأنه رفض الفاحشة خوفا من الله عز وجل. وبقيت هذه السمعة ملطخة مدة من الزمن إلى أن أظهر الله عز وجل الحق. والحق لا بد أن يظهر وإن غطاه ما غطاه من ظلام الليل. ولذلك اعترفت امرأة العزيز بعد ذلك فقالت لما رأت الحق بعينيها وهداها الله للفطرة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فاعترف المجرم بجريمته وأثبت نزاهة المتهم الذي ما كان موضعا للتهمة في يوم من الأيام. وهذه سنة الله عز وجل في الحياة، يتحمل الإنسان ويصبر على ما يلاقيه من أذى في سبيل دينه وفي سبيل دعوته وورعه وطهارته ونقائه، حتى يأتي ذلك اليوم الذي يظهر الله عز وجل براءته على الملأ أجمعين. فتقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، إذن هو نقي. ولذلك فإن نقول على المسلم بمقدار ما يواجه من أذى
ومن مصيبة ومن بلية ومن فتن ومن تهم ومن أذى وما أكثرها في هذه الأيام وهي توجه للمؤمن، عليه أن يصبر ويتحمل حتى يأتي ذلك اليوم الذي يظهر فيه الحق، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيضا من هذه الدروس لا تجوز تزكية النفس، فالمسلم مهما كان تقيا نقيا عليه أولا أن يكون على خوف من أن يقلب الله قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا مهما كان تقيا فلا يزكي نفسه، لأن الله تعالى هو الذي يزكي من يشاء. ولذلك نجد أن امرأة العزيز لما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، قال يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، على خلاف بين المفسرين هل هذا من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا نفس أي إنسان معرضة لهذه الفتنة ومعرضة للبلاء ومعرضة للمعصية إلا إذا رحم الله عز وجل هذه النفس. فإذا رحم الله عز وجل هذه النفس زكاها وطهرها وحفظها من الفتن، كما حفظ نفس يوسف عليه الصلاة والسلام أمام أقسى وأشد أنواع الفتن التي اعترضت سبيله. أيضا من هذه الدروس طلب الولاية. نحن عندنا نصوص تنهى المسلم أن يطلب الولاية، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أبا ذر أن يطلب الولاية، وكما قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فطلب الإمارة يعتبر خلاف الشرع ويعتبر إثما، لأن الذي يطلب الإمارة إما أنه يريد أن يرتفع في هذه الحياة ومن منطلق القوة لربما يبطش في هؤلاء البشر، أو أنه يزكي نفسه، وكلاهما خطأ. ولكن هنا نجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية على مصر وعلى بيت المال وعلى وزارة المالية في مصر، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكيف نستطيع أن نجمع بين هذه الآية وبين ما ورد في الأحاديث، مع أن القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فيمكن أن نوجهها بأن شرعنا ورد بخلافه، وهذا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن نستطيع أن نقول وهو الأقرب والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن البلد قد أقبلت على خطر، وأن العالم قد أقبل على مجاعة، من خلال الرؤية التي رآها العزيز حينما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، وأنه رأى أن العالم قد أقبلت عليه مجاعة شديدة لربما تهلك هذا العالم، فرأى أن يتولى أمر مالية مصر تكون الخزانة محفوظة لا يتلاعب بها أحد كما يتلاعب كثير من الناس بأموال الدولة اليوم، أو الدول الإسلامية كثير من الناس يتلاعب بأموالها، فأصبحت لعبة يتخبط فيها كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم النار يوم القيامة، وإن رجالا يتخبطون بمال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، لأن مال المسلمين محترم أكثر من مال الفرد. فكما تقطع يد السارق من مال الفرد، فإن مال الدولة ومالية المسلمين محترمة أكثر من ذلك، لأنها يدري فيها كل واحد من هؤلاء المسلمين. فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام أن العالم قد أقبل على هاوية وعلى مجاعة، وأنه لو تولى أمر هذه البلاد سوف يصلح الأمور. ولذلك يقول العلماء إذا علم من يطلب الولاية أنه يستطيع أن يقوم بها على خير وجه، وأن غيره لربما يقصر فتتدهور الأمور، ففي مثل هذه الحال يطلب الإمارة ويطلب الولاية ويطلب السلطة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيضا من هذه الدروس المظلمة لا تؤخذ إلا من صاحبها. فكثير في الجاهلية الأولى قبل أن نصل إلى الجاهلية الثانية، في الجاهلية الأولى كان القوم يغيرون على قوم فيبيدونهم عن آخرهم بسبب ذنب رجل واحد. وفي جاهلية اليوم لا تسأل عما يحدث، تباد بسبب أخطاء أفراد، ثم بعد ذلك يؤخذ الكثير بجريرة رجل واحد
أما في دين الله عز وجل فإن كل امرئ بما كسب رهين في الدنيا والآخرة، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد آخر. ولذلك لما قالوا ليوسف عليه الصلاة والسلام إخوته فخذ أحدنا مكانه إن نراك المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهذه قاعدة، لا يجوز أن يؤخذ أحد إلا بذنبه. أما أن يؤخذ الابن بذنب الأب أو الأب بذنب الابن. والحجاج بن يوسف وهو أقصى رجل عرفه التاريخ، تاريخ الإسلام، كان قد أصدر ذات يوم قرارا بأنه إذا فقد الرجل سوف يأخذ كل أهله وذويه حتى يجد ذلك الرجل. فقالوا له لكن الله تعالى يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فقال كذب الحجاج وصدق الله. هذا هو رجل يعتبر أقصى رجل عرفه التاريخ. إذن لا يجوز أن يؤخذ أحد بذنب أحد. فالله تعالى هنا يقول على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، مع أن هذا الرجل هو الذي عرض نفسه ليكون بدلا للذي وجدوا متاعنا عنده هو أخ يوسف، لكنه سبحانه وتعالى يريد أن يصدر تشريعا إلى يوم القيامة، فقال على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فالذي يأخذ غير المذنب يعتبر مذنبا وظالما لنفسه وظالما للأمة. ثم أيضا من هذه الدروس الشكوى يجب أن تكون لله عز وجل وحده، وهذا هو منهج الأنبياء ومنهج المصلحين ومنهج كل مؤمن. فالشكوى لغير الله مذلة، أي شكاية ترفع لغير الله عز وجل فهي مذلة. ولذلك فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام بالرغم مما أصابه من الحزن، وبالرغم من أنه يعلم أن يوسف ما زال موجودا على قيد الحياة لأن الله تعالى يوحي إليه ويخبره بذلك، وبالرغم من أن أولاده 11 كلهم يستطيعون أن يذهبوا بحثا عن يوسف، فيقول لا يشكو إلا إلى الله عز وجل، ويقول إنما أشكو بثي أي شكواي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني أعلم أن يوسف ما زال موجودا على قيد الحياة لكن لا أشكو إليكم، مع أنهم يستطيعون أن يبحثوا عن يوسف، لكنه لا يريد أن يشكو لغير الله عز وجل، لأن الشكاية لغير الله عز وجل مذلة. ومن نزلت به بلية أو فتنة أو مصيبة فأنزلها بخلق الله لم يزيدوه إلا ضعفا، ومن أنزلها بالله عز وجل فإن لله خزائن السماوات والأرض. ولذلك فإن الشكوى لغير الله عز وجل مذلة. فهنا يقول يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم يأمرهم بالبحث عن يوسف. أيضا لا يجوز اليأس ولو قامت كل الأسباب. لو قامت كل الأسباب تدل على أن هذا الأمر غير ممكن فلا يجوز اليأس، لأن اليأس معناه القنوط من رحمة الله. فالله تعالى قادر أن يوجد أشياء غير موجودة، وكل شيء عنده بمقدار وبأجل مسمى. فاليأس من روح الله ومن رحمة الله، بحيث ييأس هذا الإنسان ولا يحاول ولا يكرر المحاولة، هذا كفر بالله عز وجل، كما قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمسلم عليه مهما تأخرت إجابة دعوته أو حصول مطلوبه في هذه الحياة عليه أن يطرق باب هذا الكريم سبحانه وتعالى دائما وأبدا بالدعاء والتضرع، فإن الله تعالى كريم، وبمقدار ما يتوسل ويتضرع بين يدي الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم. ولذلك فإنه لا يجوز اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس التقوى والصبر هما مفتاح كل خير. ولذلك قلت لكم أعتقد والله أعلم أن القصة كلها تدور حول هذا الأمر، يعني ما حدث ليوسف ولأبيه يعقوب، وما حدث لابنيه الآخرين بعد ذلك، وما حصل من الفتن العظيمة من إلقائه بالبئر ومن بيعه وشرائه كرقيق،
ومن أذية يوسف عليه الصلاة والسلام في بيت العزيز، ومن الفتنة التي عرضت عليه ولا يتحملها إلا عظام الرجال، ومن السجن، ومن الأذى الشديد، كل ذلك درس من دروس هذه الحياة، من أجل أن يعلم الله عز وجل الناس الصبر، وأن طريق الجنة صعبة، وأنها طريق وعرة حتى لا يفرح فيها الناس دون أن يقدموا الجهد. فهذا نبي من أنبياء الله لقي من الأذى ولقي من الفتن والبلايا ما لا يتحمله إلا عظام الرجال. ولذلك الله تعالى أخبر بأن هناك عاملين هما اللذان جعل يوسف يصل إلى ما وصل إليه من حكم بلاد مصر: التقوى والصبر. فالذي لا يتقي الله عز وجل لا يدرك مطلوبه، والذي لا يصبر ويتحمل في سبيل دينه كل مشقة وكل عناء لا يستحق هذه الحياة، خصوصا الحياة القادمة التي ملئت بالمنغصات وملئت بالفتن. ولذلك الله تعالى قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هي 3 شروط: تقوى وصبر وإحسان. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، صبر تحمل ما يلاقيه الإنسان في سبيل دينه من أذى وبلايا وفتن، إحسان وهو إتقان العمل مع مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، لأن المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. ولذلك هذه نعتبرها كما قلت لكم هي خلاصة القصة ونتيجة القصة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا هو طريق بلوغ المنى وبلوغ المراد، أن يتقي الإنسان وأن يصبر وأن يكون من المحسنين، أي من الذين يتقنون الصنعة ويراقبون الله عز وجل في كل حال من حالاتهم. أيضا من هذه الدروس العفو والتجاوز عند المقدرة. العفو بدون مقدرة أمره بسيط، لأن هذا الإنسان ما زال عاجزا أن ينال من عدوه، لكن حينما يظفر بعدوه ثم يعفو عنه ويتجاوز ويصفح ويبحث عما عند الله عز وجل من الجزاء، يعتبر هذا أفضل طريق إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ولذلك فإن يوسف عليه الصلاة والسلام بالرغم مما فعل فيه إخوته، إلقاء في البئر ومخاطرة بحياته، ثم أذية أبيه بفقد يوسف هذه المدة الطويلة التي قال بعض المفسرين أنها بلغت 40 سنة حتى ذهب بصره، وبالرغم من ذلك لما وقع إخوته في موقع العطف والرحمة وقالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم. وهذا هو العفو عند المقدرة، فإن هذه صفات الرجال العظماء الصالحين الذين يتحملون في سبيل دعوتهم كل أذى. ولذلك فإنه عفا وصفح وقال: لا تثريب، ولا هنا نافية للجنس، نفى هنا حتى العتاب، أي لا أعاتبكم أبدا. وكونه ينفي العتاب دليل على أنه قد تجاوز عن هذا الذنب الذي فعلوه معه في أيام شبابه وطفولته، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا لهم بالمغفرة وقال: يغفر الله لكم. إذن هذه صفات الرجال. فإذا ظفر بعدوه فإن العفو عند المقدرة هو أفضل طريق يستطيع أن يكسب فيه قلوب الرجال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظفر بأهل مكة وكانوا قد طأطأوا رؤوسهم في الحرم يوم الفتح، وكان يستطيع أن يقطع رؤوس القوم الذين آذوه لمدة 13 سنة، بل 8 سنوات لحقت وهو في المدينة يطاردونه، ثم يدخل مكة فاتحا ويخطب خطبته عليه الصلاة والسلام ويقول: أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو العفو عند المقدرة. ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب هذا العفو عند المقدرة.
ولذلك نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا هنا عفى عند المقدرة وقال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فدعا لهم بالمغفرة، وفي قراءة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. أيضا من هذه الدروس العاقل يتحمل بعض المسؤولية وإن كان بريئا. أنتم تعرفون في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف ما كان له أي ذنب مع إخوانه، الذنب الذي فعله هم إخوانه، ومع ذلك نجد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جلس هو وإخوته 11 ماذا قال؟ هل قال إخواني هؤلاء أساءوا إلي؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظروا أيها الأخوان منطق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هكذا يجب أن يكون الرجال بهذا الشكل. الشيطان حقيقة نزغ إخوته فقط، ما نزغ بينه وبين إخوته، ما عمل هو أي ذنب، وإنما هم الذين عملوا الذنب العظيم الذي كان نتيجته أن أصبح يوسف عليه الصلاة والسلام أكبر شخصية في التاريخ في ذلك الوقت، نبيا وملكا على مصر. واعتبر أن الخطأ الذي حصل هو مشترك بينه وبين إخوته، وهذا هو العاقل دائما، يقتسم مع الناس الذين أساءوا إليه، يقتسمون الخطأ فلا يبرئ الإنسان سوى ذلك. نجد الآن أناس يخطئون، وبالرغم من أنهم يخطئون يحملون الخطأ غيرهم، لكن هو لا يخطئ ويخطئ غيره فيتحمل بعض خطأ غيره ويقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا هو منطق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالشيطان نزغ مع إخوته وقال نزغ الشيطان بين إخوته، وحمل نفسه شيئا من المسؤولية ومن الخطأ الذي حصل من إخوته. أيضا من هذه الدروس منهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام في الدعوة. يعني هذه القصة التي سمعتموها ليست منهج يوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما هي منهج كل داعية يريد أن ينجح في دعوته في هذه الحياة، وهذا منهج كل مصلح يريد أن يكون لإصلاحه أثر في هذه الحياة. ولذلك الله تعالى يقول قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد سبيل يوسف هي سبيلي أيضا أنا في الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه سبيل المصلحين، هي سبيلنا، هي سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، هي سبيل سلفنا الصالح. إذن لا بد أن نتقيد بهذه السبيل، نتقي ونصبر ونحسن العمل ونتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل، ونتحمل كل ما نلاقيه في ذات الله عز وجل ومن أجل دين الله عز وجل. هذه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم كما قال قل هذه سبيلي، وهي سبيل يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي سبيل جميع المرسلين، وهي سبيل كل داعية. أما الداعية الذي يريد أن يأخذ من هذه الدعوة ما تيسر من الأمر دون أن يتحمل سجنا أو دون أن يتحمل أذى أو دون أن يفتن في دينه أو دون أن تعرض عليه شهوات الحياة الدنيا من نساء ومال ومركز وأذى وقتل وتعذيب، هذا الإنسان ليس يسير على سبيل معتدلة بل على سبيل معوجة. أما السبيل المعتدلة فهي ما سمعتموها في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك نقول هذه السبيل التي يجب أن يأخذ منها الدعاة بصفة خاصة والمسلمون بصفة عامة منهجهم من كتاب الله عز وجل، فإنه فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا. أيضا من هذه الدروس النصر قد يتأخر فتضيق صدور وييأس أقوام ويرجع أقوام كثر من منتصف الطريق، ويرفع كثير من الناس أيديهم عن الدعوة لأن النصر قد تأخر. الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر يجدون عقبات عظيمة في طريقهم فيتراجع كثير منهم. الدعاة المصلحون المجاهدون في سبيل الله قد تطول مدة الجهاد. كل ذلك لا يجوز في حياة المسلمين أبدا بأي حال من الأحوال، لأن النصر لا يأتي إلا في آخر شوط من أشواط الكفاح والجهاد. فإذا التحمت الأمور واشتدت وعظمت ووصل الأمر
إلى حد اليأس من بعض الناس يأتي النصر في مثل تلك الساعة. هو لا يأتي في أول الطريق وإنما يأتي في آخر الطريق. ولو جاء في أول الطريق لما كان هناك كفاح وجهاد، لكنه يأتي في آخر شوط من أشواط الكفاح، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذا نصر الله متى يأتي؟ بعد يأس. حتى الرسل يستيئسون، نعم حتى الرسل قد يستيئسون. وظنوا، أظن الأتباع، لعل المراد بهذه الآية أتباع المرسلين الذين ما طبقوا، ما دخل الإيمان في قلوبهم حقيقة، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أي نصر الله. إذن يا أخي في آخر شوط من أشواط الكفاح انتظر نصر الله عز وجل، لا تنتظره في أول شوط، لأنه لو كان في أول المشوار لما كان هناك كفاح، وإنما يأتي في آخر المشوار. والله عز وجل يقول في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ماذا يقول الله تعالى؟ ألا إن نصر الله قريب، يعني قرب نصر الله. ما داموا قد قالوا متى نصر الله، يعني ما دام جاء التساؤل أبطأ نصر الله، في مثل هذه الحال يأتي نصر الله. إذن أيها الإخوة، نوطن أنفسنا ونحن نضع أول قدم نسلكها في هذا السبيل لله عز وجل والدار الآخرة، والكفاح في سبيل حياة الأمم وسعادتها في الدنيا والآخرة. نوطن أنفسنا أن الطريق وعرة، وأنها مملوءة بالعقبات، وأن فيها ما فيها من العقبات، لكن لنتأكد أنه في آخر شوط من أشواط هذا الطريق سوف يأتي نصر الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين المرابطين المحتسبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم. وباسم الأخوة في جامع السلي ندعوكم بكرة إن شاء الله إلى محاضرة بعنوان قصة طالوت وجالوت. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله بما قال، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وقد سمعنا يا أحباب وما أحوجنا إلى التطبيق، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. وكذلك ننبه الإخوة كما نبه الشيخ المحاضرة التي تقام غدا له إن شاء الله في جامع السلي، ننبه الإخوة إلى المحاضرة التي يلقيها الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين بعنوان الغزو التشريعي في جامع الملك عبد العزيز يوم الأربعاء القادم. كذلك ننبه الإخوة إلى المحاضرة التي يلقيها فضيلة الشيخ عايض القرني يوم الثلاثاء القادم، الذي هو بمثل هذا اليوم الموافق 4 من الشهر السادس في هذا المسجد، وهي بعنوان مبشرون لا منفرون. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إن شباب هذه الأمة وخاصة أهل هذه البلاد يواجهون حربا ضروسا كما تعلمون، فلم يكفي بلاء الإعلام الداخلي والبث المباشر الذي تعمل التسهيلات المقصودة لاستقباله، بل إننا نواجه سيلا عظيما من المجلات خاصة الكويتية الماجنة، وقد عادت أكثر فسادا وإفسادا مما كانت قبل الأزمة. فهل من نصيحة لحفظ المشاعر وأحاسيس الشباب المسلم في هذا البلد المسلم يحفظكم الله ويرعاكم، علما أنه قد زادوا الطين بلة هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنا موقف مع مجلات الكويت كما أشار الأخ السائل. أولا أنا أعتقد أن الكويت ما تخلصت حتى الآن من عذاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وما يدل على ذلك أنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه قبل. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فإننا نسمع الكثير عن هذه المجلات الوافدة ونتركهم لله عز وجل يحاسبهم. أما بالنسبة لنا نحن فهناك مجلات تأتينا من غير الكويت أيضا،
لأن بلادنا أصبحت شبه مفتوحة على هذا العالم والله المستعان، لكني متأكد أن هذا هو جزء من الابتلاء الذي تحدثنا عنه في هذه الليلة. ولولا هذه المصائب والفتن لما كان طريق الجنة وعرا ولما كانت الجنة غالية. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. إذن الطريق هو طريق الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار هذا المنكر أيا كان مصدره، وتحصين بيوتنا بصفة خاصة وأولادنا، ثم بعد ذلك إصلاح هذا المجتمع وما يحدث فيه من فتن. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يهدي القادة والمسؤولين عن هذا البلد بحيث يكونون كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لكننا نحن علينا دور أيضا وعلينا مسؤولية، لا بد أن ينكر هذا المنكر، لا بد أن نقول لهؤلاء الناس اتقوا الله، نناصح المسؤولين الذين هم مسؤولون عن الإعلام ونقول لهم اتقوا الله، فإن لم نقلها نحن فلا خير فينا، وإن لم يقبلوها هم فلا خير فيهم. لا بد أن نقدم النصيحة ونسديها بين فترة وأخرى. أما أن نستسلم لهذا الغزو الذي يأتينا عن طريق البث المباشر أو عن الصحف والمجلات التي أصبحت يا أخوتي ما كأنها تتكاثر في بلاد كبلاد التوحيد، هذه مصيبة وبلية. إذا لا بد أيها الإخوة من إنكار المنكر، ولا بد من بذل الجهود في سبيل تغييرها، وثقوا بأن النصر قريب كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فبمقدار ما يخاف الناس ويرعبهم هذا الغزو الفكري الكاسح الخطير الذي يغزو الأفكار والعقول والأخلاق وغيرها، هذا كله يعتبر ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا للمؤمنين، هل يصبرون أو يتحملون أم لا؟ والله تعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تتحملون هذه الفتنة؟ فربما أن الله تعالى ابتلانا في هذا العصر بهذا النوع من أنواع الإعلام الفاسد المنحرف الذي يصنع هنا أو يأتي من الخارج، فهي فتنة وابتلاء من الله عز وجل. والمؤمن يعرف أنه على الطريق المستقيم بمقدار ما يواجه من هذه الفتن ويرى في نفسه صلابة في إنكارها. ذكرتم وفقكم الله أن إخوة يوسف أنبياء، في حين أن بعض أهل العلم يذكر أن الأنبياء لا يقدمون على المعصية وهم يعلمون، فهل كانت معصية إخوة يوسف بمحاولة قتله قبل التكليف؟ أولاً الأنبياء قد يخطئون، لكن الله عز وجل لا يقرهم على الخطأ. ورد في القرآن آيات كثيرة تشير إلى شيء من خطأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الله تعالى لا يقرهم، كما حدث مثلا في قصة سليمان وداود في قصة الغنم. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، يعني بالمفهوم أن داود عليه الصلاة والسلام ما فهمها، لأنه حكم بأن ترد الغنم إلى صاحب الزرع. وكما حصل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كدت تركن إليهم شيئا قليلا إن إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وما حصل في قصة عبس وتولى وقصة الأعمى إلى غير ذلك. لكن ميزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يقرهم على الخطأ، لأن ما يفعلونه تشريع، فالله تعالى يزيل الخطأ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أما بالنسبة لإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فقد اختلف السر هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء، لكن الله تعالى كل ما ذكر الأنبياء قال والأسباط، والمراد بالأسباط هم 11 إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يقول إن الأسباط يعني إن النبوة جاءت في ذرية 11 هؤلاء، وهذا هو الصحيح والأقرب، لأن كل الأنبياء عدا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم في ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما في نبوة، كما قال الله تعالى إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد يعقوب كلهم من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم فكان من ذرية إسماعيل، إذن كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكونهم أخطأوا يحتمل أنهم من الخطأ الذي لا يقره الله عز وجل، ولحكمة يريدها الله تعالى ليظهر هذه القصة وهذا الأمر، أو أن هذا قبل أن يبعثوا وفعلهم قبل أن يبعثوا، فما بعث يوسف عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما حدث له. أما هم فقد يكونون لم يبعثوا، أو أن النبوة في ذريتهم فليسوا هم بأنبياء، كل ذلك محتمل والله أعلم بالصواب. هذا سائل يقول: قال الله تعالى على لسان يعقوب:
قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أرجو توضيح هذا العلم بالنسبة ليعقوب صلى الله عليه وسلم. طبعا يعقوب لا شك في أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، لا أحد ينكر ذلك بنص القرآن. يعقوب إذن يعقوب يوحى إليه، ومن وحي الله عز وجل إليه أن أخبره بأن ولده يوسف ما زال موجودا وعلى قيد الحياة، فكان يؤمن بذلك. ولذلك قال بعد سنين طويلة، بعد قريب 40 سنة: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وهذا دليل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده علم بأن يوسف ما زال موجودا على قيد الحياة. أما هو فإنه يوحى إليه كنبي من الأنبياء، فقد أخبره الله عز وجل بأن يوسف موجود وأنه سوف يلتقي به في يوم من الأيام. إذن هذا هو الأصل. أفيدونا بارك الله فيكم بالمنهج النبوي في التعامل مع المستهترين بالدعاة والمستهزئين بهم والمؤذين لهم، فكيف يعاملون حيث ابتلي الكثير بهذه الظاهرة السيئة، وهل يخصون بالدعاء عليهم؟ أما المستهزئون بالدعاء فالله تعالى قد كفانا شرهم وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقد كفى الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم شر المستهزئين به في حياته، فأهلكهم جميعا يوم بدر، فقتلوا جميعا يوم بدر. أما بالنسبة للمستهزئين بالمصلحين والدعاة فخطرهم لا يقل عن المستهزئين بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء والمصلحين لا يتكلمون من عند أنفسهم، وإنما ينطلقون من منطلق دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هم لا ينطلقون من فراغ، ولذلك فإني أعتبرهم أخطر الناس دينا، فهم على خطر عظيم جدا، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم بالجريمة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وحكم الله تعالى عليهم بالنار في الآخرة، فقال: إنه كان فريق من عبادي وهم في النار يعتذرون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولذلك حكم الله عز وجل بأن من استهزأ بهذا الدين، لأن المستهزئ بالداعية إنما يستهزئ بالدين، ومن استهزأ بالمسلم من خلال تدينه إنما يستهزئ بالدين، جعله الله عز وجل من أئمة الكفر وأمر بقتاله، فقال: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم. إذا معنى ذلك هذا الذي يستهزئ بالدين على خطر. أما أن ندعو عليه فخير له أن ندعو له أن يهديه الله عز وجل وأن يشرح قلبه لهذا الدين، لكن لو صمم على ذلك فلنا أن ندعو عليه وأن نخصه بالدعاء عليه، ولو لم ندعو عليه فإن الله تعالى لا يفلت مثل هذا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نواجه شهوة الجنس والابتعاد عنها التي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة لقلة إقامة الحدود عليها؟ وإنني يا فضيلة الشيخ أحاول دائما وأبدا أستعمل الطرق التي أبتعد عن هذه الشهوة، سيما وأن كثيرا من النساء يعرضن أنفسهن، وأتوب ثم أعود مرة بعد الأخرى، فأرجو من توجيه يا فضيلة الشيخ سواء لي لما وقعت فيه أو لأولياء الأمور الذين أهملوا ذلك. الحقيقة أن هذا الأمر الذي أشار إليه السائل خطير جدا، وأن نسمع أن هناك فسادا عريضا بدأ يسري حتى في هذا المجتمع المحافظ، ولا شك أن له أسباب يا أخوتي. هذا ما جاء فلتة، وليس هناك شيء اسمه الفلتة في دين الله عز وجل وفي واقع الناس، كل بقضاء وقدر، لكن هناك إرهاصات وأسباب تقدمت هذا الفساد. والله كنا منذ بدأت تلك الإرهاصات ونحن نتوقع هذا الفساد إلا أن يرحم الله هؤلاء الناس. كيف لا يكون الفساد يا إخوتي؟ وهذه الوسائل التي بذلت وهي جبارة وتخدمها كل وسائل التقنية الحديثة
تبذل من أجل إفساد هذه المرأة وإفساد هؤلاء الشباب. إعلام يصل إلى قعر البيوت، يرقص ويغني ويأتي بالمسرحيات الفاضحة داخل بيوت المسلمين، صور فاتنة، مجلات، قصص غرامية، أشياء يندى لها الجبين، أفلام تتسرب وتصل إلى قعر بيوت المسلمين فيها الفاحشة والجريمة. كل ذلك في الحقيقة ليس غريبا أن يوجد مثل هذه الفواحش أو أكثر من ذلك التي سأل عنها الأخ السائل، لكن نقول لا بد أن نعتصم بالله عز وجل وأن نكافح هذا المنكر وأن نحصن أنفسنا بما أمر الله عز وجل نحصن أنفسنا، وهو الزواج. ولذلك سمى الله عز وجل الزواج حصنا فقال والمحصنات، وقال عليه الصلاة والسلام فإنه أحصن للفرج الزواج. وعلى هذا نقول ندعوك يا أخي وندعو غيرك إلى الزواج كما ندعو المسلمين إلى أن يتقوا الله في أمانتهم وفي نسائهم، وأن يتحمل المسؤولية بحزم وعزم حتى لا ينفلت الأمر وحتى لا تضيع هذه النساء فيصل الأمر إلى ما أشار إليه الأخ السائل من أنه يضايق من قبل النساء، وهذا لا يوجد إلا نادرا حتى في البلاد الفاسدة المنحلة. الرجل هو الذي يبحث عن الفساد، أما أن تبحث المرأة فإن هذا لا يكون إلا نادرا. وعلى ذلك فإني أقول أيها الإخوة لا بد من أن نكافح الفساد في هذه الأرض. أدعو المسؤولين وأدعو العامة وأخص بالدعاء أولياء الأمور وأولياء أمور هذه البنات والمسؤولين عن التعليم. وسمعنا كثيرا عما يوجد وما يخطط له في هذه البلاد، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل فلنا أمل وطيد في الله عز وجل، ثم في هؤلاء المسؤولين اتقوا الله في هذه الأمانة، وأن يرعوا هذا الشعب المتدين المؤمن المحافظ حق الرعاية حتى لا يقع فيما حرم الله فيسقط من عين الله فتكون الطامة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نفرق بين قول الحق لا نخشى في الله لومة لائم وبين التهور والاندفاع غير المحمود، وما هو الضابط الذي نفرق به بين هذا وذاك؟ هناك فرق بين التهور وبين الضعف وبين الحياة الوسط. أول التهور لا مكان له في هذه الحياة، حتى لو أراد إنسان يتهور ما يترك يتهور. حتى الذين يدعون بحكمة الآن كأنهم يسيرون في وحل، ما تستطيع تتهور يا أخي. وما يقال من أنه كتطرف أو أن هناك شدة هذا غير صحيح، ليس لدينا تطرف، بل ما يزاوله شبابنا من تقوى الله عز وجل هو الأصل. لكن لما كان في وقت ظهر فيه الانحراف وكثرت فيه الفتن أصبح لدى طائفة من الناس كأنه تهور، أو أن هناك أعداء للإسلام سموه تهورا وسموه تطرفا، وإلا فالأصل هذا هو الغضب لدين الله. أما أن يصل الأمر إلى مبالغة فأولا لا أظنها موجودة في بلادنا والحمد لله. ثانيا ليست من الحكمة، بل من الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الحكمة لا تظن يا أخوان دائما معناها اللين، الحكمة معناها وضع الأمور في مواضعها. فالكلمة الرقيقة حكمة، والكلمة النابيهة الشديدة حكمة، والقتل حكمة أيضا، لأن الحكمة معناها أن تستعمل الأمور في مواضعها. وعلى هذا نقول إن علينا ألا نتهور إن كان هناك تهور، لكن لا أرى تهورا في بلادنا والحمد لله. لكني أقول لا بد أن نستعمل الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نؤثر على هؤلاء الناس، لعل الله أن يردنا وإياهم إلى الطريق المستقيم. هذا سائل يقول كيف نقول إن الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه، وأن والد يوسف عليه الصلاة والسلام كان يبكي لفقد يوسف حتى ذهب بصره، وهل هذا هو الجزع أم لا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الجزع نوعان، نوع يفرض نفسه قهريا دون إرادة كما حدث ليعقوب عليه الصلاة والسلام، بالرغم أنه نبي من أنبياء الله وابنه مفقود نبي من أنبياء الله وهو أبو الأنبياء، وبالرغم من ذلك فقد أصيب بشيء لا يستطيعه، وهذا الجزع ليس بإرادته بل هو جزع إجباري حتى ذهب بعينيه، وذهاب العينين دليل على التصبر والتحمل مع العجز. أما الجزع المنهي عنه وهو المراد بقوله تعالى فصبر جميل، أي لا جزع معه ولا لوم ولا عتاب، فهو أن يتصنع الإنسان هذا الجزع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
أمر بالصبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند المصيبة، ورآه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يبكي على ولد ابنته، فقال له: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إن العين تدمع والقلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وهذا الشيء رحمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها رحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. إذن الجزع الذي يفرض نفسه لا يلام عليه الإنسان، والذي يفرضه الإنسان على نفسه هو الذي يلام عليه. إذن صبر جميل، أي لا تظهر الجزع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل يصلي ومحافظ على الصلوات، ولكنه أهمل الأمانة التي في عنقه تجاه بناته وأسرته، حيث أرسلهن إلى بلاد الغرب للمعيشة هناك أكثر الوقت، ويأخذ الربا بفتوى أخذها من بعض الناس كما يزعم، ونوقش عدة مرات ولكنه لم يقتنع، فما توجيهكم لمثل هذا الذي كثير من الناس قد انصاع لمثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هذا الرجل كونه مصلي أنا أعتقد أن صلاته غير صحيحة. هذا إما أن يكون منافقا، وإما أن يكون إذا أحسننا به الظن أنه لا يصلي الصلاة على حقيقتها، لأن لو صلى الصلاة على حقيقتها لنهته عن الفحشاء والمنكر. وأي منكر أعظم من أن يرسل بناته إلى بلاد الغرب، بلاد الكفر؟ والله يا أخوان، حتى إرسال الأولاد خطر عظيم، فكيف بإرسال البنات؟ أمانة في عنق هذا الإنسان يسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هذه البنت هي توقف الأب بين يدي الله يوم القيامة فتقول: يا ربي إن أبي هذا خانني فزده عذابا ضعفا في النار. ومع ذلك يتجرأ رجل من المسلمين ليرسل بناته إلى بلاد الكفر، حتى لو أرسلها إلى مكة والمدينة بدون محرم فقد أثم، فكيف إذا أرسلها إلى أمريكا أو إلى أي دولة من دول الغرب؟ المصيبة الكبيرة الذي فعل هذا الرجل. أضف إلى ذلك ما هو أعظم من ذلك، وهو أكله الربا، نعوذ بالله. لو أكل الربا لقلنا إن الله عز وجل قد حكم عليه بالخلود بالنار. ماذا تنفعه صلاة؟ الله تعالى قال عن آكل الربا: الذين يصممون على أكل الربا ولا يتوبون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهو محارب لله ورسوله. إذن هذه الصلاة يا أخوتي أنا أعتقد أنها غير صحيحة، أو أنه لا يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإن قصد بها وجه الله عز وجل فإن هذه الصلاة تعتبر ساقطة، لأنها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعلى ذلك أقول: ألا فليتق الله هؤلاء الناس في هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لابد أن تكون لها آثار في حياة الناس، فإذا فقدت هذه الآثار تأكدنا من أن هذه الصلاة فيها عيب من العيوب يخل بها. وأعظم هذه الأمور أكل الربا. والله يا أخوان لا أجد ذنبا بعد الشرك بالله أعظم من أكل الربا. لو أن واحدا من الناس تقدم ليصلي وهو يأكل الربا لقدمه الناس في أيام الحاضر، نتعجب من هذا الأمر. لكن لو جاء واحد يحلق لحيته، طبعا فعل معصية يحلق لحيته، خالف السنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدخن أو ما أشبه ذلك يحمل من الذنوب، ما قدموا مثل هذا وقدموا رجل يأكل الربا. أصبح الناس يا أخوان الأمر عليهم ملتبس، أصبح كثير من الناس لا يميزون بين الأمور العظائم وبين الأمور التي دونها. أكل الربا ليس هناك ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك بالله أعظم منه، أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر وأعظم من كل هذه الذنوب. إذن ندعو الذين يتعاطون الربا أو يتعاملون مع البنوك الربوية أو يتعاملون مع الشركات التي تضع أموالها في البنوك، أدعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل، التي تنمي أموالها في البنوك، أدعوهم إلى أن يتقوا الله عز وجل، فإن الله سوف يسألهم عن هذا المال درهما درهما. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وفقني الله وإياكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب ولكن أطلب الهداية، ولكن النفس تحجزني والشيطان عن أعمال الخير كصلاة الجماعة، مع العلم أنني أسكن لوحدي في شقة، وكلما جاءني أهل الخير ليأخذونني معهم لما أراد الله عز وجل مني أبديت أعذارا هي واهية، فكيف أتغلب على ذلك علما أنني أطلب الهداية وفقكم الله وأنا موجود في المسجد؟ ما دمت يا أخي تطلب الهداية فقد توفرت لديك أسباب الهداية. أولا عرفت أنك أخطأت،
ثانيا جاءك رجال يريدون لك السعادة فما استجبت لهم. ثالثا أنت الآن في المسجد يا أخي وسمعت الدروس والنصائح والمواعظ فاتق الله. أقول يا أخي اتق الله، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول عن هذه الصلاة: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي في المسجد، ولقد كان يؤتى بالرجل منا يهادى بين الرجلين ما يستطيع المشي حتى يقام في الصف، وأنت الحمد لله تسير على رجليك وأدركت الخطأ الذي تقترفه. فأقول لك يا أخي اتق الله تعالى، حافظ على صلاة الجماعة، فإن الله تعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. لا تصلي منفردا يا أخي، فإن الله عز وجل لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد من المسلمين منفردا حتى في ساعة المعركة، فقد أمر الله عز وجل بأن تقام الصلاة جماعة واحدة في ساعة المعركة، وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. أي وعيد أعظم من ذلك، وأي فريضة أعظم من هذه الفريضة؟ الرؤوس تقطع والدماء تراق، ومع ذلك لابد أن يصلي المسلمون جماعة. فأنت يا أخي قد أدركت الخطأ، وإدراك الخطأ يعتبر هو أول بداية الصواب. فأقول لك يا أخي اتق الله وارجع إلى الحق، ولا تصلي إلا مع المسلمين ولا تركع إلا مع الراكعين. وفقني الله وإياك. إن شاء الله الدرس القادم سيكون دروس من آخر سورة الأحزاب، دروس من آخر سورة الأحزاب، وسنعلن عنها بحول الله وقوته، لأن النساء قد كثر خروجهن للأسواق، والإعلام قد كشر عن أنيابه لمثل هذا، وسيتكلم فضيلة الشيخ عن هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يا أخوان، هذا إعلان وصلني من مركز محمد بن القاسم باكستان. هذا المركز أنا أعرفه جيدا، والتزكية التي معي من الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد نائب رئيس المسجد الحرام، وتزكية من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن كل الأخوة، وأنا أعرف هذا المكان. وهذا يتولى تربية أبناء المسلمين على العقيدة السلفية الصحيحة، كما أنه يتولى أيضا تربية بعض أبناء الأفغان، وفي جزء كبير من أبناء الأفغان، وفي عدد كبير من أبناء المسلمين يتعلمون، وأنا أحد المسؤولين عنها أعرفه جيدا. لذلك أهيب بالأخوة من أراد أن يساهم فليساهم في هذا المشروع على مسؤوليتي إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10,003.